طبعا انتم مستغربين ان النهارده طالعه لوحدي ليه. احمد النهارده مش موجود في البيت، نزل يجيب حاجه، فانا قلت انتهزت فرصه منها ان انا اعمل فيه مقلب، ومنه ان يعني ارزل عليه شويه، ان هو يجي يتفاجئ ان انا صورت الفيديو فصدرت النهارده، واقول له بس انت على المونتاج ونزلها على طول. طب يلا بقى بينا بسرعه بسرعه كده علشان اصور واخلص قبل ما يجي. يلا بينا. يعني من بعد حبيبتي ويا روحي بقى فين فردة الشراب يا ست هانم؟ لو انت الصادقه من بعد حبيبي وقلبي بقى فين المصروف يا بيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل الستات المنافسنة وعلى كل الرجالة المنافسنة، وربنا يجعل حياتكم كلها سعادة ولا يجعلها أبدا يا رب سادة، ويجعل فرجتكم علينا أحلى عادة، ويا رب دايما المشتركين واللايكات في الزيادة. بما ان النهارده ليله 27، يا رب نتمنى من ربنا ان هي تكون ليله القدر، واللي نفسه في حاجه يا رب ان هو يدعي بيها، وما تنسوناش في الدعاء النهارده. حل فزورة امبارح كان مسلسل العراف. طيب بمناسبة بقى ان النهارده الفيديو حريمي بس مفيش معانا رجاله خالص النهارده، يبقى برضو ابطال حلقة النهارده هما 2 ستات. طيب المسلسل النهارده هسهلها لكم خالص، بما ان انا بقى طالعه لوحدي. النهارده المسلسل بتاع النهارده هو اتعمل منه مسلسل، واتعمل منه مسرحيه، واتعمل منه بدل الفيلم متهيألي 3 أو 4، واللي انا فاكراه فيلم الوان وفيلمين او 3 ابيض واسود، مش فاكره. اللي عشان اسهلها لكم اكتر واكتر ان المسرحيه كانت بطوله نجوم كبار، منهم احمد بدير كان عبد العال، وشاديه وسهير البابلي. طيب افسرها اكتر، ده اوبشن بقى زياده مني انا، ان المسلسل مش قديم ومش جديد برضه، يعني من حوالي 10 او 11 سنه بالكتير. طيب نفسر اكتر ان الاتنين دولت هم اول 2 ستات يطبق عليهم قانون اعدام الستات في مصر. اظن مفيش اسهل من كده. اظن انتوا عرفتوا حل النهارده كان ايه.